أسعدتم مساء أعزائي المشاهدين أيضا مع الحلقة الثالثة من حلقات الكلمات الكردية المقتبسة من قبل العرب. دائما ضيفي هو الدكتور مهدي كاكاي. اللفظ صحيح دكتور كاكاي؟ هذه المرة صحيح؟ كاكاي صحيح. كاكي. كاكاي كاكاي. أسعدت مساء دكتور كاكاي. باشا. زور باشا. نبدأ بمحاضرتنا دكتور. باشا. تفضل. في البداية أحب أن أرحب بالحاضرات والحاضرين وأشكرهم على حضورهم، وأشكر أيضا كاك علي على هذا التقديم الجميل، وأرجو أن نقضي معا أمسية مفيدة وجميلة. قبل أن أبدأ بمعاني أو بالكلمات الكردية الداخلة إلى اللغة العربية، أقول أو أريد أن أذكر بأن اللغة الكردية رغم أن شعب كردستان ليس له كيان سياسي ولا يملك دولة خاصة به، عامر وكسرات دنجيمتي إيمة دنجيمتي و كابيجن دكتور جومي سكني از نظام تش برسجريك لي دنجيمتي و سرشعبارو دي دنجيمة وقت زانب برسجريك جمني يا جم دكتوري. برا دكتور دنج تشو ذهب الصوت. أنت قلت رشوبو نظام شمال. أنت قلت شعب كردستان ليس شاكا لديه كيان سياسي و توقف لا يتوه هنا هردو يرشوبو دو وين نما باش فرمك. فبسبب عراقة الشعب الكردي وثراء وعراقة اللغة الكردية، رغم افتقار شعب كردستان لدولة، ومع ذلك فإن اللغة الكردية هي إحدى أهم اللغات الحية في العالم. على سبيل المثال، فالمجلة الفرنسية لي فرانسي دانس ليموند اختارت هذه المجلة المختصة باللغات في عام 2008 في عددها 355. اختارت هذه المجلة اللغة الكردية كلغة حية من ضمن 88 لغة عالمية، حيث جاءت اللغة الكردية في هذا التقييم في المرتبة 31 من بين 88 لغة في العالم، لغة حية في العالم، بينما جاءت لغات شعوب أخرى لها دول ولها كيانات سياسية بعد مرتبة اللغة الكردية، حيث على سبيل المثال اللغة البيلاروسية تأتي في المرتبة 32. قلنا اللغة الكردية تأتي في المرتبة 31، اللغة البيلاروسية تأتي في المرتبة 32 بعد اللغة الكردية، اللغة الرومانية تأتي في المرتبة 34، اللغة الهندية
اللغة الهندية الهنود نفوسهم مليار و200 مليون. اللغة الهندية تأتي في المرتبة 37 بعد اللغة الكردية. اللغة البلغارية تأتي في المرتبة 39. اللغة الفارسية تأتي في المرتبة 40. اللغة الصربية تأتي في المرتبة 47. هذه اللغات كلها تأتي بعد اللغة الكردية. واللغة الفيتنامية تأتي بعد في المرتبة 54. والبشتو الأفغانية والأزبكية تأتي في المرتبة 58. البشتو الأفغانية تأتي في المرتبة 58. ولذلك نرى أن اللغة الكردية رغم عدم وجود دولة تطور وتحمي هذه اللغة فإنها تأتي في المراتب العليا من اللغات الحية في العالم. هناك أيضا قاموس ويكيبيديا. قاموس ويكيبيديا هذا مشروع موقع إلكتروني عالمي للويكيبيديا لترجمة الكلمات بأخذ معانيها وعمل تفاصيل معاني الكلمات. في هذا القاموس فيأتي تسلسل اللغة الكردية في المرتبة 9 في العالم، حيث هذا القاموس حسب التقييم، هذا تقييم قديم قبل 3 سنوات، كان عدد الكلمات الكردية في هذا القاموس الإلكتروني 730,691 كلمة، والتي تضعها كما قلنا في المرتبة 9 من بين لغات العالم، حيث أن اللغة الكردية تسبق كلا من اللغة السويدية واللغة الهولندية أيضا. ويعمل على تنظيم وإضافة كلمات جديدة لهذا القاموس الكردي 6888 شخص يعملون، و33 مستخدم من هؤلاء هم نشطون باستمرار في العمل على تطوير هذا القاموس الكردي. في هذا القاموس تأتي اللغة الإنجليزية في المرتبة الأولى، وثم تأتي اللغة المالاغاسية. اللغة المالاغاسية هي واللغة الفرنسية هما لغتان رسميتان لجمهورية مدغشقر. وثم في المرتبة الثالثة تأتي اللغة الفرنسية، وفي المرتبة الرابعة اللغة الروسية، وفي المرتبة الخامسة اللغة الإسبانية، وفي المرتبة السادسة اللغة السابعة عفوا. نعم، اللغة الروسية المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، وتأتي في المرتبة السادسة اللغة الإسبانية، بينما تأتي اللغة التركية في المرتبة 20. اللغة الكردية في المرتبة 9، اللغة التركية تأتي في المرتبة 20 في تسلسل هذا القاموس. تأتي اللغة الفارسية في المرتبة 44. قارن بين المرتبة 9 للغة الكردية ومرتبة 44 للغة الفارسية. اللغة العربية تأتي في المرتبة 45 مقارنة بالمرتبة 9 للغة الكردية. فنرى أن في هذا القاموس أيضا اللغويون الكرد نشطون، وبسبب ثراء اللغة الكردية فيضيفون باستمرار كلمات
جديدة إضافية لهذا القاموس. وطبعا هذا مقاس أيضا يعتبر معجم، حيث ليست الكلمة لوحدها بل أصل هذه الكلمة ومعاني هذه الكلمات. الآن أعيد أيضا المصادر التي اعتمدت عليها في هذه المحاضرة والحلقات القادمة التي تأتي في هذا الموضوع، موضوع الكلمات الكردية الداخلة إلى اللغة العربية. أهم قاموس أو هذا قاموس طبعا الذي اعتمدت عليه هو كتاب الدكتور جمال نبز، وهو باللغة الكردية، وعنوانه وشنمكي انتمولوجياي زماني كردي، صادر في سنة 2008. وكتاب الدكتور جمال رشيد أحمد دراسات كردية في بلاد سوبارتو، صادر في بغداد سنة 1984 صفحة. والدكتور جمال رشيد أحمد أيضا له كتاب آخر فيه كثير من الكلمات وشرح مصادر هذه الكلمات. هذا الكتاب اسمه ظهور الكرد في التاريخ، الجزء الثاني. هذا الكتاب صادر في سنة 2005. وكتاب آخر لنفس المؤلف مكتوب باللغة الكردية اسمه لكولينويكي زمانواني درباري ميجوي وڵاتی كردواري، صادر في العراق في سنة 1988. هذه كانت أهم المصادر المعتمدة. الآن نواصل ذكر قسم من المفردات الكردية المأخوذة من قبل العرب. كلمة ديوان، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية القديمة أي ديوان، التي كانت تعني محل القيادة التي كان الناس يتوجهون إليها لتمشية أعمالهم، أي محل الحكومة. كلمة ديوان بدورها متأتية من الكلمة الكردية دي بي بانا، حيث كانت تطلق على مكتب الحكومة. كلمة ديوان أيضا هي مفردة بهلوية. اللغة البهلوية هي لغة كردية قديمة، كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الساسانية. كلمة رش، هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية رجان. هذه تستعمل للسوائل، سكب السوائل، رش السوائل، الماء وغيرها. رف، هذه الكلمة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية رب. هذا رف يستعملون في يضعون على الحيطان لوضع الأشياء التي يحتاجونها. ريباس، باللغة الكردية العفو ريباس، مأخوذة من الكلمة الكردية ريواس. دخلت هذه المفردة الكردية أيضا إلى اللغة الفارسية بصيغة رواس. يمكن الكثيرون
من المستمعين لا يعرفون الريباس العربي أو الريواس الكردي، فهو نبات معمر ينبت في البلدان الباردة مثل كردستان ذات طبيعة جبلية وتنزل فيها ثلوج. هذا النبات تؤكل ضلوعه ويعصر أيضا ويصنع منه شراب يسمى شراب الريباس. زب هذه الكلمة تعني العضو التناسلي الذكري أي القضيب للرجل، متأتية من الكلمة الكردية زاو التي لها نفس المعنى، كما أن الكلمة الكردية زي تعني العضو التناسلي الأنثوي. ولذلك نرى بالنسبة للكرد الذين يستمعون إلينا الآن يعرفون هناك في اللغة الكردية زاوزي هذه الكلمة متأتية من زاو وزي العضو التناسلي الذكري والعضو التناسلي الأنثوي، ولكن بدمج هاتين الكلمتين تصبح زاوزي تعني إنجاب الأطفال. نقول النساء على سبيل المثال يعملون زاوزي يعني ينجبون الأطفال في حالة الإنسان. أما في حالة الحيوانات والطيور فتسمى باللغة العربية الإفراخ، يعني تفرخ وأيضا كلمة زعفران أيضا من الكلمات هذه من الكلمات السومرية التي لحد الآن باقية في اللغة الكردية وداخلة إلى اللغة العربية. زعفران هذه أيضا مادة صفراء. وكلمة زعل مأخوذة من الكلمة الكردية سيل التي لها نفس المعنى. كلمة زفاف هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية المركبة زماوند التي تتألف من كلمة زماوند يعني زفاف باللغة الكردية، ولكن هذه كلمة مركبة تتألف من كلمة زاما وزافا التي تعنيان الريس. نقول فلان زافا أو زاوا باللهجة الكرمانجية الشمالية نقول زافا، وباللهجة اللهجات الأخرى نقول زاما أو زاوا. زاما باللهجة الهورامية وزاوا باللهجة الكرمانجية الوسطى السورانية. والمقطع الثاني من كلمة زماوند الوند تعني الارتباط بشيء ما. هذه الكلمة أيضا هي كلمة ميدية موجودة بصيغة زامات، والتي تعنيان الإنسان الذي يولد، أي الإنسان الذي يستطيع أن يخلف أطفالا. تم تحوير هذه الكلمة الكردية إلى زاف حسب الآتي: زماوند، زفافند، زفافند، وزافا.
وزفافة زفاف. فخلال المراحل التاريخية مرت هذه الكلمة بهذه التغييرات عبر هذه المراحل الزمنية إلى أن صارت زفاف، دخلت بصيغة زفاف إلى اللغة العربية. زل زلق تزحلق، فهذه الكلمة أيضا متأتية من الكلمة الكردية ضل التي بدورها متحورة من الكلمة الكردية زل التي تعني خروج الرطوبة من شيء ما. فلحد الآن هناك بعض الأدغال نسميها زل التي تنبت في المياه، في البرك المائية. زلم، هذه الكلمة أصلها هو الكلمة الكردية المركبة زلام. فزلام التي تتكون من كلمة زل التي تعني كبير، زل كبير، وآم التي تعني إنسان. فحتى اسم آدم متأتي من هذه الكلمة آم، وبذلك زلام تعني الإنسان الكبير، وهي عادة تستعمل للرجال، لا تستعمل للنساء. زمان أصل هذه الكلمة الكردية زمانة. هذه الكلمة موجودة في اللغة الآريانية القديمة بصيغة جمانة، وفي اللغة البهلوية اللغة الكردية القديمة بصيغة زمان. دخلت هذه الكلمة الكردية أيضا إلى اللغة الآرامية بصيغة جيمان، وإلى اللغة الفارسية والتركية أيضا بصيغتها العربية. زواج، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية زوج، التي هي كلمة كردية قديمة تعني زوج، وأيضا تعني اثنين. ساذج، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ساويلكا المتأتية من الجذر ساو. وطبعا هذه الكلمة أيضا كلمة پهلوية بصيغة ساذج. الكلمة البهلوية أقرب إلى الكلمة المأخوذة من قبل العرب. في اللغة البهلوية تسمى ساذج، وفي اللغة العربية أصبحت ساذج، حيث لا توجد حرف ج في اللغة العربية، فحولوا حرف الج إلى حرف الجيم. ممكن تكرر الكلمة دكتور؟ ساذج. العرب؟ ساذج، هذه الكلمة نعم مأخوذة من الكلمة الكردية ساويلكا، وأيضا في اللغة البهلوية تسمى ساذج بالجاء جي. العفو على المقاطعة دكتور، ممكن أن تخبرنا عن الفهلويون في أي سنة كانوا قبل الميلاد؟ فقط نعم. معلومة. الفهلويون، صوتك اللغة غير الفهلوية. ما أدري، اليوم غير واضح من البداية صوتك. نعم، الصوت ليس واضح. أي أي الدولة الفهلوية أو الفهلويون الأجداد الكرد نعم، في أي البهلويون. زمن كانوا؟ أي مرحلة؟ البهلويون هم ليسوا، يعني ليس هناك شعب باسم بهلوي، لكن اللغة بهلوية. فكانوا الساسانيون كانوا يتكلمون اللغة البهلوية،
وكانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الساسانية. وأيضا في الحلقة القادمة سأتكلم في بداية الحلقة عن اللغة البهلوية والكتب التي مكتوبة بهذه اللغة والتي تم ترجمتها إلى اللغات العربية والفارسية. فهذه اللغة، ولكن لحد الآن هناك منطقة بهلة. منطقة واسعة تمتد من همدان إلى تقريبا مناطق كركوك. فهذه المنطقة تسمى باسم هذه اللغة. وهذا الحديث يأخذنا إلى أبعد من هذا، ومعنى البهلة والبهلة متأتية من المفردات السومرية والإيلامية، ومتأتية من كلمة بيل التي تعني شجاع. ولذلك وأيضا يعني النبيل. ولذلك شاه إيران لقب نفسه برضا بهلوي، وابنه أيضا محمد رضا بهلوي، على أساس أنهم من عائلة نبيلة نسبة إلى البهلويين أو منطقة بهلة. نعم، تفضل. السبت، هذا الاسم مأخوذ من اللغة الخورية. الخوريون هم أسلاف الكرد. وفي اللغة الخورية هذه الكلمة اسمها سابتا. وأيضا كانت موجودة أيضا في اللغة الميدية أيضا بصيغة هابتا، بتحول حرف السين إلى حرف الهاء. وأيضا في القديم من الجدير بالذكر كان في القديم سابتا أو هابتا كانت تعني الرقم 7 كانت تعني، ثم اتخذت صيغة هفت في اللغة الكردية الحديثة. ولماذا السبت؟ لأنه يرمز إلى اليوم السابع من الأسبوع الذي ارتاح فيه الإله بعد خلقه للإنسان الأول، وكانوا يسموه جيان مردو، أي الجسد الميت، لأن الإنسان هو عبارة عن جسد ميت. ولذلك السبت متأتي من اسم اليوم السابع من الأسبوع بعد خلق الكون والإنسان وكل شيء. أنهى الإله عمله وارتاح في هذا اليوم. سراب مأخوذة من الكلمة الكردية سراو، سر أو سر، هذه أيضا كلمة مركبة. سر يعني رأس، وآو يعني ماء. فأيضا هذه الكلمة موجودة أيضا في القرآن. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء، في سورة النور الآية 24. سرداب
أصل هذه الكلمة هو الكلمة الكردية سرداو، سروال. سروال هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة البهلوية شروال، وفي اللغة الكردية هي شروال. هذه الكلمة الكردية دخلت اللغة الفارسية أيضا بصيغة شلوار. كلمة أخرى سفارة وسفير، هاتان الكلمتان مأخوذتان من الكلمة الكردية سباردة، التي تعني شيء يكلف به شخص ما لإنجازه، أو شيء يتم إيداعه عند شخص للمحافظة عليه. سفر وأسفار، متأتية هذه الكلمة من الكلمة الكردية أسبسوار. أسب يعني حصان، وسوار يعني راكب، يعني فارس. فالسفر في الأزمنة القديمة كان يتم عن طريق الخيول، ولذلك أصبح يتعلق بالحصان وركوب الحصان أو أي الفارس. أيضا موجودة هذه الكلمة في اللغة البهلوية بصيغة أسفاران. أسف باللغة أيضا هذه كلمة مركبة في اللغة البهلوية. أسف يعني حصان، ففي اللغة الكردية صايرة أصبحت أسب، الفي متحول إلى بي. وفاران يعني سواران باللغة الكردية الحديثة أصبحت سواران. وأيضا لحد الآن هذه سفاران أعتقد باقي أيضا بنفس الصيغة البهلوية في لهجة الكرمانجية الشمالية. سكر، هذه الكلمة العربية تعني اغلق، ومتأتية من الكلمة الكردية سكر التي تستخدم لإغلاق الأبواب والنوافذ. سكران مأخوذة من الكلمة الكردية سرجران، هذه الكلمة أيضا كلمة مركبة، وواضح جدا أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية سرجران. عندما يشرب الإنسان الكحوليات فيدوخ، فسرجران، سر يعني رأس، جران ثقيل، يعني يصبح رأسه ثقيلا عندما يسكر. سلطة، هذه المفردة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة دثلات، التي تتكون من دست يعني اليد، وهلهات يعني رفع اليد أو ظهور، وبذلك الدثل يعني ما معناها. هناك أعتقد عبارة باللغة العربية يقولون اليد العليا خير من اليد السفلى، ولذلك باللغة الكردية معناه الشخص الذي له اليد العليا، يعني له السلطة. نعم دكتور، سبق وأن ذكرت هذه الكلمة سلطة ودستلات أعتقد في الحلقة السابقة.
أنا كتبتها بالعادة. نعم. اسمح لي أن أقاطعك لدقيقة دكتور، اسمح لي. أيضا أطلب من السادة المشاهدين، رأيت أن الدكتور نشر في إحدى المجموعات الحلقة السابقة، فكتب أحدهم تعليقا على الدكتور مهدي، يقول له: دكتور حبذا لو تكتب لنا الكلمات المذكورة في الفيديو. طب أنت يا أخي، أنت عندما تشاهد الفيديو تستطيع أن تجلب ورقة وتكتب كل الكلمات، تحفظها. أنا أقوم بذلك الآن، أكتب، وعند نهاية الحلقة أيضا أكتب على دفتر خاص الكلمات التي ذكرها الدكتور مع المصادر مع الأصل، وأحتفظ بها لنفسي. تستطيعون أن تفعلوا ذلك. العفو للمقاطعة دكتور، تفضل. شكرا لهذه الملاحظة على هذه معادة هذه الكلمة، لأن أنا كاتب هذه المفردات حسب الأبجدية. الآن نحن نرى في حرف السين، ويمكن عن طريق الخطأ. نعم، ليست مشكلة. نعم. سليط مقتبسة من الكلمة الكردية شليت التي تعني عديم الاحترام. لا أدري في بقية البلدان تستعمل هذه أيضا. فكلمة شلاتي، ما أدري تستعملون أستاذ علي هذه الكلمة؟ نعم نعم نعم. أهالي قامشلو يقولون فلان شلاتي. أي نعم نعم. فهذه متأتية أيضا من كلمة شليت، وأيضا تستعمل في الكردية شلاتي، وحتى أعتقد في اللغة العربية يستعملوها أيضا. سماء متأتية من كلمة آسمان الكردية، وهي متكونة من كلمتين: آسو يعني أفق، تعني أفق باللغة الكردية، ومان تعني مكان، وبذلك آسمان تعني مكان الأفق أو أي سماء. أخذها اليهود عند سبي اليهود. اليهود أخذوا هذه الكلمة عند سبيهم وعيشهم في كردستان من الكرد، وغيروا كلمة آسمان إلى كلمة شمع، باللغة العبرية يسموها شمع. والعرب بدورهم أخذوا هذه الكلمة من اليهود وحولوها إلى سماء. فباللغة العبرية شمع، وباللغة العربية سمع. سمكري وسمكرة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة سمكاري. فكل هذه نرى كثير من هذه الكلمات لها جذور قديمة في اللغة الكردية، ومرتبطة بمراحل تاريخية عريقة. فالإنسان يتفاجأ أن يربط كلمة سمكري وسمكرة مع سمكاري. سم يعني ظفر الحيوان، سم ظفر الحيوان، الحصان مثلا. وكاري يعني عمل. فمعناه جاء متأتي من القيام بوضع نعل لرجل الحيوان، لرجل البغل أو الحصان. ف في تلك الأزمنة القديمة هذه الكلمة بدورها
متحولة إلى سمكري وسمكرة، مأخوذة من كلمة سمكاري، يعني عمل نعال لأرجل الحيوانات. سيارة متأتية من الكلمة الكردية سوارة التي تعني راكب، فهذه السيارة معناه أيضا كما ذكرت في تلك الأزمنة القديمة لم تكن هناك سيارات أو طائرات، ولما صارت سيارة فأخذوها على الكلمة الكردية سوارة الراكب. شعر، كلمة شعر العربية مأخوذة من كلمة السومرية شروع أو ثروع، حيث أن هذه الكلمة لحد الآن باقية، هذه الكلمة السومرية لحد الآن باقية في اللغة الكردية، حيث بصيغة سرود تعني باللغة الكردية نشيد. ومع الأسف الكتاب الكرد هجروا كلمتهم الكردية شرو السومرية الكردية، والآن يستعملون الكلمة العربية شعر. أدعو الكتاب والمثقفين الكرد استعمال شرو بدلا من الشعر، واستعمال شروفان بدلا من الشعر. فهذه كلمتنا الأصيلة، نحن تاركين كلمتنا ونتصور أن هذه الكلمة كلمة شعر هي كلمة عربية، بينما هي مأخوذة من كلمة شرو. يجب أن نستعمل هذه الكلمة التي هي ملكنا، ولا نستعير الكلمة العربية التي مأخوذة من مفردتنا. شفق مأخوذة من الكلمة الكردية شبك أو شوك، حيث أن الشب أو شو تعني هنا شم يعني شمع أي ضوء شمع أو ضوء الشمس. فكلمة شفق متأتية من هذه الكلمة الكردية التي تعني ضوء الشمع أو ضوء الشمس. شمس هذه الكلمة أيضا سومرية، ففي اللغة السومرية اسمها شمش بالشين. لا تزال تحتفظ هذه الشعب الكردي، اللغة الكردية، بهذه الكلمة السومرية، فهذه كلمة مقدسة عند الشعب الكردي. لذلك نرى أسماء أيامنا كلها من الشمس، شمة، يكشمة، توشمة، سيشمة، كلها متأتية من هذه الكلمة، من كلمة شمس. وأيضا نرى هذه الكلمة أيضا حية في اللغة الكردية، فنقول شمشمة كورة. شمشمة كورة يعني الخفاش. هذا الحيوان الطائر شمشمة كورة باللغة الكردية يعني أعمى الشمس. فالخفاش لا يستطيع الخروج
أثناء النهار عندما يكون هناك ضياء، فقط يخرج أثناء الليل يطير. وطبعا لعلمكم الخفاش ليس طيرا، وإنما من اللبائن، حيوانات اللبونة، ولكن يطير. فأيضا كلمة شم السومرية أيضا باقية لحد الآن باسم هذا الحيوان الطائر. شمع، هذه الكلمة متأتية من الكلمة السومرية أيضا شمش كما قلنا الآن، التي أصبحت في اللغة الكردية شم، التي تعني شمع أيضا. صابون، صابون يذكر الدكتور جمال نبز أنه في زمن قديم كان الكرد يعملون نوعا من الطحين الذي كان يسمى أسبون، وكان يتم عمله من الحشائش ويستخدم لغسل الملابس. وفي ذلك الوقت لم تظهر صناعة الصابون في أوروبا. هكذا اقتبس العرب كلمة صابون من هذه الكلمة الكردية، ودخلت أيضا هذه الكلمة الكردية إلى اللغة الإنجليزية soap، وأيضا إلى اللغة الألمانية سيفة. أستاذ علي، تلفظي صحيح؟ سيفة باللغة الألمانية؟ نعم، وهنالك أيضا سؤال بهذا الخصوص سوف أسألك في نهاية الحلقة بخصوص اللغة الكردية والألمانية. والفرنسية، في اللغة الفرنسية سافون، والإيطالية سابونا. أنا في الحقيقة لي رأي آخر يختلف عن رأي الدكتور جمال نبز. أنا أعتقد أن كلمة صابون قد تكون مأخوذة من كلمة ساوين أو سافين التي تعني دلك. فالإنسان يدلك الإنسان جسمه بالصابون عند الاستحمام. هذا رأيي في معنى هذه الكلمة. أيضا هذه الكلمة موجودة في اللغة البهلوية بنفس صيغة صابون الكردية. صباح، صباح أصلها الكلمة الكردية سبيع، التي بدورها متأتية من الكلمة الكردية سبي. فهذا الصباح نحن لحد الآن باللغة الكردية نقول سبي يعني غدا، ولكن كما ذكرت متأتي من كلمة سبي يعني الأبيض. الصباح يأتي النور ويختفي الظلام. الصبي، صبي يعني الطفل، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ساوا أو سابا، التي تعني الكائن المولود الحي. ضعيفة، ففي اللغة العربية يطلقون كلمة ضعيفة في بعض الأحيان على المرأة، وحتى في اللغة الكردية أيضا. وهذه تعني عديمة الإرادة والسلطة في اللغة العربية طبعا، لأن في الثقافة العربية المرأة من الطبقة أو تأتي في المرتبة مراتب السفلى مقارنة بالرجل، ولذلك يقولون عنها ضلع قاصر.
وهذه الكلمة ضعيفة متأتية من زايفة باللغة الكردية، لكن في اللغة الكردية لا تعني عديمة الإرادة والسلطة، بل لها مدلول إيجابي في اللغة الكردية، بعكس الكلمة العربية التي جعلت تعني صفة سلبية للمرأة. الكلمة الكردية تعني خالقة الأطفال، زايفة، حيث أن هذه الكلمة المركبة تتكون من كلمة زا، كما قلنا زا يعني يولد، المتأتي من كلمة زاين، ومن كلمة يفاء التي أصلها هو أفاء، وأفراندن التي تعني خلق، يعني خلق الطفل. هذه الكلمة الكردية تشهد على المكانة الراقية للمرأة في المجتمع الكردي. طابوق، هذه الكلمة الكردية دخلت إلى اللغة العربية من الكلمة الكردية تاو التي تعني قوة الحرارة، حيث يتم صنع الطابوق عن طريق تعريضه للحرارة. طاس، هذه المفردة العربية متأتية من الكلمة الكردية تاس. لحد الآن نستعمل تاس، تاسة. دخلت هذه الكلمة الكردية بصيغتها العربية إلى اللغة الفارسية أيضا. طاق، هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية تاق التي تطلق على حفرة معمولة في الحائط. أيضا هذه كلمة بهلوية قديمة. في اللغة البهلوية تاق تسمى تاك، وفي اللغة الفارسية أيضا مأخوذة هذه الكلمة بصيغة طاق. طبر، متأتية من الكلمة الكردية المركبة تور. تتكون من كلمة تن تعني هذا المقطع تن يعني آلة أو جسم، فنقول في اللغة الكردية تن درستي، يعني درستي يعني صحة الجسم، فتن تعني جسم أو آلة. وور أو بر يعني قاطع، ده بريد، تقطع شيء به، فلذلك تور تعني باللغة الكردية تعني الآلة القاطعة. طباخ، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية تاوى التي هي ذلك الإناء المدور الذي يتم قلي المواد الغذائية فيه. وكما قلنا قبل قليل في حالة طابوق أيضا أصل هذه الكلمة هي تاو، أيضا له علاقة بالحرارة. طبق، هذه الكلمة العربية مقتبسة أيضا من الكلمة الكردية تاوى التي هي ذلك الإناء كما قلنا المدور الذي يتم قلي المواد الغذائية فيه. كلمة طبل، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية تبل التي هي آلة موسيقية كردية قديمة،
وحتى نحن في اللغة الكردية نستعمل تبل، نقول تبل سر، يعني الطبقة هذه فوق سطح فوق الرأس، حيث أنه على شكل طبل. طربوش، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة البهلوية تربوش، ومن الكلمة الكردية سربوش. هذه الكلمة البهلوية هي كلمة مركبة من مقطعين، تر يعني رطب، وبوش يعني غطاء يعني يحمي الإنسان من المطر عندما تمطر، فالطربوش يحميه من المطر. وبالنسبة للغة الكلمة الكردية سربوش، سر يعني رأس، بوش يعني غطاء، يعني غطاء الرأس. طري، هذه مأخوذة من الكلمة الكردية تر، التي هي نفس الصيغة في اللغة البهلوية أيضا تر، فتر يعني رطب. اللغة دخلت إلى اللغة العربية. طعم، أصلها هو الكلمة الكردية تام. طعم، هذه الطعم مثلا الناس الذين يصيدون السمك مثلا يستعملون الطعم للأسماك لصيدها. فهذه الكلمة طعم متأتية من الكلمة الكردية تومك، التي هي ذلك الطعام الذي يتم تقديمه إلى الطيور أو الحيوانات للإمساك بها. الكلمة الأصلية هي التوم، وحرف الكاف مضاف إليها يستعمل للتصغير في اللغة الكردية للدلالة على قلة الكمية المستعملة، فهي توم، ولكن أصبحت تومك في اللغة الكردية لتصغيرها، لأن الطعم عادة يستعمل بكمية قليلة، كما قلنا في الحلقة القادمة مثل باخ، باخشة، فتصغير لباخ. طعن، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية تانا، نقول تاني ليدا يعني طعنه. طبعا طعن ليس الضرب بالخنجر أو بالسيف، ولكن تانا يعني باللغة العربية أعتقد يهينه على شيء معين، مثلا إنسان يخطأ أو هذا فينتقدونه بسبب هذا الخطأ. طمش، هذه الكلمة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية تماشا. الطمش يعني ناس. طناب، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية تناف. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة طناب أيضا. أعتقد أكتفي بهذا القدر من ما رأيك أستاذ علي؟ إذا الرأي هو رأي الدكتور. يعني وإذا تحب أستمر يا ريت لو 5 أو 10 كلمات أخرى. جيد. طنبور،
هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية تنبور. هذه الكلمة أيضا موجودة في اللغة البهلوية. طبعا عندما نقول اللغة البهلوية، هذه اللغة البهلوية أقدم بكثير من اللغة العربية. يعني اللغة البهلوية، حتى اللغة البهلوية كانت مستعملة قبل الإمبراطورية الساسانية. كانت مستعملة في حدود منذ سنة 1000 قبل الميلاد تستعمل. فلذلك عندما نجد كلمة بهلوية، معناها هذه الكلمة هي كلمة عريقة وقديمة، أقدم من اللغات العربية والفارسية والتركية. طنجة هذه مدينة طنجة المغربية. هذه طنجة معناها في اللغة الأمازيغية المكان المرتفع. في اللغة الأمازيغية تعني طنجة هذه المكان المرتفع. هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية تن هي نفس الصيغة في اللغة البهلوية. تن يعني ضيق. عار أصل الكلمة بالكردية هو آر التي تعني شرف. أيضا هذه الكلمة هي كلمة ميدية أيضا. في اللغة الميدية أرية أيضا تعني شرف. والعرب أخذوا هذه الكلمة الكردية وحتى غيروا معنى الكلمة من شرف إلى عار، ولكن طبعا للمعنيين علاقة مباشرة بالموضوع. عار يعني بعكس الشرف، يعني بلا شرف. أو عام مصدر هذه الكلمة هو عامة في اللغة العربية. فهذه متأتية من الكلمة الكردية هم، التي هي مصدر كلمة همو أي جميع. فنقول همو يعني جميع، عام يعني جميع. عبارة هذه المفردة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية أوبارة، التي هي تلك الأخشاب التي تستخدم لتغطية حفرة لعبور الماء. أو أيضا هذه الكلمة كلمة مركبة. أو يعني الماء، بارة يعني عبور. في اللغة الكردية يعني أبري، يعني يقطع أو يذهب. عسكر هذه الكلمة العربية مقتبسة من كلمة لشكر. لحد الآن في اللغة الكردية نستعمل لشكر جيش، بمعنى جيش. تحولت هذه الكلمة بمرور الزمن إلى أشكر وثم إلى أسكر، التي أصبحت في اللغة العربية عسكر. عقار مأخوذة من الكلمة الكردية آكار، التي هي في الأصل هي آخكار، التي تعني أرض تم ويتم العمل فيها. آخ يعني أرض، كار يعني عمل. عوج يعني أعوج. هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية جوج. فنقول جوج، فلان جوج مثلا،
يده يده جوج، يعني أعوج، جوجة. هذه الكلمة الكردية مذكورة أيضا في القرآن، قرآن عربي غير ذي عوج. هذه في الزمر آية 39. غبار، أصل هذه الكلمة العربية هو الكلمة الكردية خمار، التي متحورة إلى خوبار وثم إلى غبار. لحد الآن نحن في اللغة الكردية نستعمل خمار، يعني سواد، أو المستعملة للتزيين المرأة. غذاء، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية غداء. غداء تعني معدة باللغة الكردية. هذه الكلمة بمرور الزمن متحولة إلى مدى وميداء، وثم أصبحت غذاء في اللغة العربية. وأيضا داخل هذه الكلمة الكردية إلى اللغة التركية بصيغة جداء. جداء أصبحت جداء في اللغة التركية. غرار، هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية خرار، ودخلت إلى اللغة الفارسية بصيغة غرارة. غزال، كثير من الكرد يتصورون أن غزال كلمة عربية، ولكن أصلها كردية. خزال، خزال، وكما هو معروف الغزلان غير موجودة في المناطق الصحراوية، الغزلان موجودة في المناطق الجبلية ككردستان. غور، غور هذه كلمة سومرية متأتية من الكلمة السومرية غور، والكلمة الكردية كور، التي تعنيان عميق. كما قلنا قبل قليل فارس متأتية من الكلمة الكردية سوار. فردوس، فردوس مأخوذة من الكلمة الميدية، هذه كلمة قديمة في اللغة الميدية. الفردوس باريديزا، باريديزا، يعني باري ديزل، يعني الحديقة المسيجة. الحديقة المسيجة هذه ما معناها باللغة الميدية، فتحولت إلى فردوس. أيضا اللغة الإنجليزية أخذت هذه الكلمة الكردية وجعلتها بارادايس. فرسخ، فرسخ هي وحدة المسافة، فرسخ، ومقتبسة من الكلمة البهلوية فرسان، وهي باللغة الكردية بصيغة فرسان، نفس الصيغة البهلوية. فرمان، فرمان يعني أمر، أوامر. هذه الكلمة العربية مأخوذة من اللغة البهلوية والكردية كما هي دون تغيير. يعني في اللغة الكردية والبهلوية أيضا هذه الكلمة فرمان، فهذه المفردة غير متغيرة في اللغة العربية. أيضا فرمان داخل إلى اللغة الفارسية والتركية بنفس الصيغة.
فرهود. فرهود متأتية من الكلمة الكردية فر التي أصلها فر، فراندن يعني ينهب. فرهود يعني نهب. والكلمة هود تعني أمر أو حكم إجباري. فرهود، فر يعني نهب أو أخذ، وهود يعني أمر أو حكم إجباري، وبذلك فرهود تعني نهب أو وسلب. فستق. فستق أصل هذه الكلمة العربية هو الكلمة الكردية فستة. فستة، فستة يعني فستق. الفستق غير موجود ولا ينبت في الصحراء، ينبت في المناطق السهلية والجبلية مثل كردستان. فهرس. فهرس متأتية من الكلمة الكردية بيرست التي تعني طبقا للتصفيف أو الصف. الرست يعني يصفف. أيضا هذه الكلمة كلمة بهلوية، ففي اللغة البهلوية هذه الكلمة بيرست. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة فهرست. فولاذ. أصل هذه الكلمة هو الكلمة البهلوية بولافت، والكردية بولا. نقول قوي مثل بولا، مثل الفولاذ. فولاذ. دخلت هذه الكلمة إلى اللغة الفارسية أيضا بصيغة بولاد. فيروز مأخوذة من الكلمة الكردية بيروس التي تعني مقدس أو مبارك. قرطق. هذه الكلمة المعروف العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كرتك التي هي نفسها في اللغة البهلوية. إذا لا تعرفون معنى قرطق، قرطق هذه الكلمة تعني باللغة العربية دشداشة. دشداشة في اللغة العربية تستخدم، التي هي نوع من الملابس، لباس طويل. قطر. قطر الدائرة مثلا. هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية كوتارا التي تعني قطر الشجرة، التي دخلت إلى اللغة العربية بصيغة قطر، حيث تم تبديل حرف الكاف بحرف القاف. اللغة الفارسية اقتبست هذه الكلمة بدورها بصيغة قطور، فيسمون باللغة الفارسية قطر يسموه قطور. وأصل هذه الكلمة الكردية هو أستور. أستور يعني سمك، فنقول هذا الكتاب أستور يعني سميك. نعم. وأيضا هنالك حكمة كردية تقول داريت ستورة أربانيت هورة، بمعنى إن كان عصاك غليظة فإن طحينك يكون ناعما جدا. نعم صحيح. قلعة. أصلها الكلمة الكردية قلاء أو قلاء، التي كانت تستخدم قديما بمعنى البيت المبني على الجبل. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة كلاد. قلم. هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية كولوم. كولوم التي هي تلك القطعة الخشبية الرفيعة التي يتم غلق الباب بها. هذه الكلمة موجودة أيضا في اللغة البهلوية. هذه الكلمة الكردية دخلت أيضا إلى اللغة التركية والفارسية بنفس الصيغة، كما أنها دخلت القرآن
نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم الآية 68. قياس، اسم المصدر لكلمة قياس هو قس، الذي مصدره هو الكلمة الكردية جز. جز في الأيام السابقة قبل ظهور المتر كنا نقول كان القياس بالجز. الجز يعني ذراع. غاز، نحن نعم، نقول غاز. أي ذراع الإنسان نقول جز. لحد الآن الناس القدماء يستعملون ويقولون جز، يعني ذراع للقياس. فالذي يستعمل لقياس الطول، هذه الكلمة أيضا دخلت إلى اللغة الفارسية بنفس صيغتها الكردية. كأس، هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية كاسة. هذه الكلمة الكردية داخلة في كثير من اللغات الأوروبية، مثل أستاذ علي، ماذا يقولون للكأس باللغة جلاس. الألمانية؟ جلاس. باللغة السويدية يقولون كاسة. جلاس. كأس كأس. يا جلاس. أي جلاس. إيه لا، باللغة الألمانية. نعم نعم، جلاسة. لا. أي جلاسة. ماذا يسمون عندما تذهب إلى محل تشتري شيء والقاصة، هذا تدفع المبلغ كاسة. الكاسة. كاسة. نعم كاسة. نعم سموها كاسة. نعم. جيت سور كاسة. كاسة. نعم. يا. إيه، فداخل إلى كثير من اللغات الأوروبية. كبد. كبد هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة كالبز. كالبز التي تتألف من كلمة كال التي تعني لون فاتح. كال نقول توخ وكال. توخ عقل، عكس الكال يعني لون فاتح، تشير إلى لون أحمر. وكلمة بز التي تعني الدهن الموجود في بطن الحيوان، حيث تم تبديل حرف الزاء الموجود في الكلمة الكردية إلى حرف الدال في كلمة كبد. كر وفر مأخوذة من الكلمة الكردية جر التي تعني معركة. نقول مثلا المعركة قرة. قرة يعني شديدة. الكرخ، هذه الكرخ يقسم نهر دجلة مدينة بغداد إلى قسمين. القسم الذي على الضفة الغربية من النهر يسمى الكرخ، والقسم الذي يقع على الضفة الشرقية من نهر دجلة يسمى الرصافة. فالاسم كرخ المنطقة الغربية من بغداد غرب نهر دجلة متأتي من الكلمة الكردية كراخ. كراخ التي تعني ضفة أو شاطئ. هذا الاسم هو أحد الأدلة التي تشير إلى كردية مدينة بغداد التي بناها أسلاف الكرد الكاشيون. بقاء المعالم الكردية فيها إلى الآن يؤكد على ذلك رغم استيطان العرب فيها منذ حوالي 1400 سنة. كشمش، هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كشميش المركبة من كلمة كيش التي متأتية من كلمة كشك التي تعني جاب. وشك كشك يعني جاب، والتي في اللغة البهلوية هي بصيغة هشك. هشك يعني جاب.
ومن كلمة ميش التي تعني كشمش، وبذلك كلمة كشمش تعني كشمش جاف في اللغة الكردية. كركم من الكلمات السومرية لحد الآن باقية نستعملها نحن الكرد، وأخذها العرب بنفس الصيغة، وهي كما قلنا كلمة سومرية. كمون أيضا كلمة سومرية التي نستعملها وهي حية في اللغة الكردية. كنز مأخوذة من الكلمة الكردية جنج التي تعني شيء ثمين. كهرباء مقتبسة من الكلمة الكردية كاريفا التي كانت تعني السبحة التي كانت لها قوة الجاذبية، حيث أن هذه السبح فيها إلكترونات. إذا الإنسان هذه السبح يحك بها جسمه فيحصل كهرباء، فيولد الكهرباء. كوخ، هذه كلمة كوخ ذات أصل سومري. هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كبر التي قد تحولت إلى شبرة التي هي كوخ يتم بناؤه من أغصان الأشجار، ويستخدم في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس. الكلمة الإنجليزية كوتج مأخوذة من هذه الكلمة الكردية. كوتج لها نفس المعنى في اللغة الإنجليزية، يعني كوخ. كما أن الكلمة الكردية كوخ تعني بناء صغير، وبذلك لها نفس معنى الكوخ. هذه الكلمة الكردية داخل اللغة الفارسية بصيغتها العربية. كورة، أصل هذه الكلمة هو الكلمة الهيتية. الهيتيون والعرب يسموهم الحثيون، هم أسلاف الكرد. فكور تعني أعالي أو جبل. من الجدير بالذكر أن هذه الكلمة أصلها سومري أيضا وتعني جبل أيضا. فكورة باللغة العربية تعني بقعة فيها قرى وبساتين. الصديقة ندى لها معلومات جيدة في الكلمات، وباستمرار تعلق وتفسر الكلمات المستعملة رغم عيشها في الكويت، إلا أنها ومولودة في الكويت، إلا أنها لحد الآن كرديتها باقية، وتعرف الكثير من الكلمات الكردية وتعلق عليها، فشكرا لها. لا الشكر. هل نكتفي بذلك دكتور؟ جيد، نكتفي بهذا القدر. إذا تريد عندي 4 كلمات أخرى حتى هذه الصفحة تنتهي. أفضل، تفضل. لجام. فلجام هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية لخاو. هذا اللجام يستعمل يوضع في فم الحصان للسيطرة عليه.
فيسحب الفارس حتى يسيطر على الحصان. دخلت هذه الكلمة الكردية أيضا إلى اللغة الفارسية بصيغة لجام. لجن هذه الكلمة الكردية، الكلمة العربية تعني وساخة، متأتية من الكلمة الكردية لجن التي هي الإناء الذي تغسل فيه الأيادي، وبذلك تتراكم فيه الوساخة. هذه الكلمة مركبة من كلمة لا التي هي اختصار لكلمة لان التي تعني مكان، ومن كلمة جن التي تعني شيء وسخ. فنقول خاصة أعتقد لا تستعمل هذه الكلمة في الوقت الحاضر في اللهجات الكرمانجية الشمالية والوسطى، وإنما تستعمل في اللهجة الكرمانجية الجنوبية أي اللرية. يقولون فلان جنى يعني سيء. وأيضا جنيا متأتية أيضا من هذه الكلمة. جنيا يعني عفن، متعفن. نحن أيضا نقول ذلك، نقول عن الشيء المتعفن جني، عن الشيء المتعفن أيضا جني، وعن الشخص السيء ذو القلب الأسود نقول جنية. جيد. تصورت يعني ما تستعملون هذه الكلمة. لجوج يعني كثير الإلحاح، عنيد. هذه الكلمة العربية متأتي من الكلمة الكردية رچو. آخر كلمة عندنا لحاف. هذا الغطاء الذي أثناء النوم نغطي أنفسنا به، مأخوذة من الكلمة الكردية نخاف. شكرا لاستماعكم، وأشكر الأستاذ علي. وأنا أقول لك شكر خاص على هذه الحلقة والحلقات السابقة والقادمة أيضا، لك وللمشاهدين أيضا زور سباس. أنا أشكر السادة المشاهدين والمشاهدات على حضورهم وتعقيباتهم التي تشجع الاستمرار في إلقاء هذه المحاضرات. شكرا. الشكر الجزيل لك ولجميع المشاهدين. نلتقي في حلقة قادمة. دمتم بخير وسعادة. شو باش.